سمك البلاميط أو الماكريل هو مصدر غني جدا بالأوميجا 3، فبالتالي بيعزز الذاكرة وبروتين ممتاز لأصحاب الرجيم، ومسؤول عن انخفاض السعرات الحرارية وبيساعد على حرق الدهون. بيتعمل بطرق كتيرة ومختلفة. النهاردة هنعمله بطريقة جميلة، بطريقة محشية. بس قبل ما نبدأ وصفتنا زي ما اتعودنا هنجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت: ما هي أطول آية في القرآن؟ كانت آية الدين. والسؤال بتاع النهاردة: كم عدد أبناء سيدنا نوح؟ كم عدد أبناء سيدنا نوح عليه السلام؟ ويلا بينا نبدأ وصفتنا. في البداية هنجيب بصلتين كبار وقرنين فلفل رومي وقرن فلفل حار وطماطمتين وليمونتين وطبعا سمك، يعني شوية توم حلوين. هنقطع الخضار معانا لقطع صغيرة، الطماطم والفلفل والبصل والثوم هنقطعه ونفرمه كويس جدا. هنضيف التوابل: معلقة كبيرة من الكمون او معلقتين صغيرين زي ما انتم شايفين، معلقة من الكزبرة، ليمونتين المفروض كنت اعصرهم على الخلطة الاول، ونص معلقة فلفل صغيرة، وطبعا شوية من الملح. هعصر الليمون على الخضار وهحاول اقلب فيه شوية لحد ما ينزل ميته. هحشي السمك اللي معايا وهدخله الفرن على درجة حرارة عالية جدا علشان ما ينزلش ميته ويستوي معايا في وقت اسرع. هياخد في الفرن من حوالي من تلت لنص ساعة، وهنقدمه مع الرز الابيض. في تعليق جالي بيقولي: انت ليه بتعملي اكلات تقليدية ومش بتعملي حاجات جديدة؟ عايزة اقول لكم ان الصفحة اسمها كيجي في المطبخ، فاحنا عايزين نتعلم الاكلات اللي اهالينا كانت بتعملها، اللي بنلف ونرجع لها تاني، وان شاء الله في حاجات جديدة. استنوني هتشوفوها معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتضيفوا صحابكم عشان الصفحة تكبر بيكم. اشوفكم بخير، مع السلامة.